الزيت اللي هو بيتجمع من بيتباع وفي الشارع كده، وفي الشارع بيتجمع وبيترفع بونش. قبل ما اقول اي كلمه كده عايزك تعمل مشاركه للفيديو ده على صفحتك وفي الجروبات عشان الناس تشوف الزيت اللي بيتباع بيروح فين. بيجي البيه تحت البلكونه بتاع بيتك يقول لك زيت قديم للبيع، وانت بحسن نيه بتنزل تبيع الزيت ب3 4 جنيه، بياخد منك الكيلو ب3 جنيه او 2 جنيه، يروح يوديه البيه للمصنع زي ما انتم شايفين كده، يبيعه للمصنع، المصنع يعمل له اعاده تدوير، يرجع لك تاني عن طريق بتاع الطعميه بتاع الكبده بتاع ايا كان، مش عايز مسميات، يرجع لك تاني تاكل تشتري نفس الزيت او بتاكله بس بطريقه غير مباشره في سندوتشات، بتاكله في اطباق فول، ايا كان بيرجع لك تاني. ما سالتش نفسك انت قبل ما تبيع الزيت ده بيروح فين؟ ما سالتش نفسك بيتباع لمين؟ ما سالتش نفسك بيتعمل له اعاده تدوير ولا لا؟ خلي بالكم الزيت اللي بيتباع من البيوت بيروح مصنع اعاده تدوير ويرجع لك تاني. مخزن دورين ستك، مخزن في الدور الارضي، وهنطلع اول دور كده فوق الارض ستك. انتوا خدتوا بالكم هو قال له ايه؟ قال له مخزن سيادتك من دورين، مخزن من دورين، مصنع بين السلم، في مخزن من دورين، في فوق قبل ما تشوف المصنع في فوق جراكن كتير، جراكن اكتر من 300 جركن، بيلم الزيت من حضرتك اللي انت بتبيعه برخص التراب، بيعمل له اعاده تدوير ويرجع لنا تاني. شوفوا المخزن اللي من دورين وشوفوا الجراكن وشوفوا الزيت المستعمل اللي بيتعمل له اعاده تدوير. ربنا يحافظ عليكم يا رب، ربنا يحافظ عليكم ويستر عليكم. بلاش تبيعوا الزيت المستعمل عشان بيرجع لك تاني، بلاش تبيعوا الزيت. ما تفرحش انت هتبيع لك 5 6 كيلو، ما تفرحش بال20 30 جنيه عشان تضر غيرك. انا دق التموين جاي زي ما انتم شايفين اكتر من 3000 جركن او اكتر، تقريبا يعني اكتر من 3000 جركن زيت بيتعمل له اعادة تدوير. كارثة من كوارث الزمن ده في مصنع واحد واتمسك، ما بالك في كم مصنع زي ده بين السلم في البلد، يعني ما بالك شوف في كم مصنع ما اتمسكش. فابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، متبيعوش زيت مستعمل تاني. لكن دي هي اللي بتتباع للمطاعم باسم صني، ده بيتباع ده بيتباع تاني. عايزكم بس تركزوا في الكلام اللي بيتقال. الراجل ده الله يبارك له، اللجنة دي كلها الله يبارك لها من اولها لاخرها، بيقول له الزيت ده بيتباع تاني. انتوا ركزوا بس في اللي بيتقال، الزيت ده بيتباع تاني، بيتباع للمطاعم، بيتباع للمطاعم في جراكن. كمل كمل. بيتباع ده بيتباع تاني. بيتباع تاني بعد ما بيشتروه من المغفلين ب3 جنيه للكيلو، بيتباع تاني فعلا للأسف. كمل كمل. وبعد كده يتعبى في الشركة تتباع المطاعم، يعني بيبيعوا تاني. تكرير بالظبط. مستنيين تسمعوا حاجة تاني؟ مستنيين تسمعوا حاجة تاني عشان ما تبيعوش الزيت المستعمل 3 جنيه للكيلو، 3 جنيه للكيلو. عندك زيت يا هانم، عندك زيت يا ست الكل، وانتي تنزل تبيعي زي المغفلة وبتشتريه تاني 65 و100 زي ما قلت في الأول. عليك تعمل مشاركة للفيديو على صفحتك وفي الجروبات علشان الناس يبقى عندها وعي، عشان الناس تفهم. شكرا ليكم وأحلى مسا عليكم، سلام.